أحبائي محبين التاريخ والمعلومات التاريخية، أحب أعرفكم إن شاء الله بناء على طلبات أحبائي في اللايفات، سواء كان زملكاوية أو أهلاوية بس زملكاوية أكتر، إن أنا أوثق كل معلوماتي التاريخية أو أي معلومة تاريخية بوثائق وأدلة. طبعا أنا كنت مستني أعمل بودكاست كذا مرة، بس أنا قلت لأ، الواحد ما يضمنش عمره، لازم الأجيال اللي جاية تعرف التاريخ صح. الأجيال اللي طالعة دلوقتي الدنيا ماشية معاها أقوى من المخدرات، يعني تأثير اللجان اللي شغالة أهمها لجان جيم جيم بقت أقوى من المخدرات، بقت عندهم عقيدة شاذة، عقيدة مختلفة. إيه هي العقيدة دي؟ إن أنا أصدق الحاجة حتى لو إيه؟ حتى لو كذب، وأكذب الصدق حتى لو صدق. الناس ماشية بعقيدة شاذة، معروفة إن أي عقيدة في الدنيا مبنية على فكر ومنطق واقتناع. يعني بتشوف الحاجة بتفهمها بعقلك وبفهمك وبالمنطق، بعد كده بتوافق عليها. لكن العقيدة اللي ماشيين بيها هي عقيدة البيب بيب، أسلوب حياة ترفض نفسها عليها، اللي هي أي حاجة غلط أنا موافق عليها، المهم يكون مصلحة الأهلي، ودي عقيدة شاذة. فأنا بعمل الفيديوهات دي لأن دلوقتي اللجان مش كمان بتحرض على اعضاء مجلس اداره، وبتحرض على نادي، بتحرض على ناس جوه نادي الاهلي نفسه، لا، دي اللجان دلوقتي بتزور التاريخ. فانا قلت قبل ما ابدا حلقات التاريخيه وهنعمل لها اجزاء عشان تنزل على التيك توك، لان التيك توك ما بياخدش مساحه كبيره، فاضطر دلوقتي ان انا اعمل لكم حاجه ظريفه قوي او معلومه. الاعلام اللي هو كله احمر من بعضه ما بيقولش المعلومات دي. حد يقدر يطلع كده يقول لنا ان كام نادي مصري غلب الاهلي 6؟ طبعا لا، محدش يعرف. يقول لك لا لا لا، مفيش الا الزمالك 6-0 مرتين. لا يا فندم، نادي الزمالك قدر انه يغلب نادي الاهلي 6-0 مرتين، وده رقم قياسي صعب تكراره تاني. حتى يوم ما الزمالك اتغلب 6-1 سنة 2002 في 25/5/2002 كان 6-1، ما كسرتش رقم القياسي بتاعه. قدر الزمالك انه يغلبه مرتين، اول مره في مباراه ملحمه رائعه في حضور الملك فاروق، وبسببها اتسمى النادي الزمالك نادي فاروق الرياضي. المباراه دي كانت يوم 2 يناير 1942، وقدر الزمالك يغلب الاهلي 6-0 مع الرأفة، لانه كان حاسم البطوله بفرق نقط كتيره بينه وبين النادي الاهلي. كمان قدر يجيب السحتمي هدفين، وعبد الكريم صقر هدفين، محمود حافظ زقلط هدف، محمد حسن حلمي هدف. دي الست اهداف اللي جابهم نادي الزمالك في الاهلي في حضور الملك فاروق، وبسببها نزل مرسوم ملكي باسم نادي الزمالك نادي فاروق الرياضي، وتحديد ليه تيشيرت هتشوفوه دلوقتي بفالنة على عبد الكريم صقر مكتوب عليها فاروق، وكمان شعار لنادي الزمالك بالتاج الملكي. دي كان تالت شعار لنادي الزمالك قبل شعار نادي الزمالك الموجود حالي. بعديها سنة 44 والأكذوبة إن النادي الأهلي كان مشطوب ومش مشطوب، أنا معايا ما يثبت إن النادي الأهلي سافر لعب 3 أندية يهودية في فلسطين يوم 18/8/1943، وانتهت هذه المباريات يوم 28/8/1943. بل بالعكس، ده معايا خطاب من رئيس نادي الاهلي احمد حسين باشا برفع الايقاف يوم 5/9/43. بل بالعكس، ده معانا الرد من اتحاد الكوره اللي كان بيرقصه مفاجاه ليكم، مش حيدر باشا، لا، ده كان فؤاد سراج الدين اللي اداهم تصريحات وسافروا بايه؟ بالقطر. كل ده يا جماعه احداث تاريخيه هنعملها في الحلقه، بس انا بعرفكم ان 6-0 الثانيه من نادي الزمالك كانت بردك ملحمه وجهد. يوم 24/5/1944 قدر الزمالك يكسب 6-0 بهاتريك لمحمود حافظ زقلط والسحتمي وعبد الكريم صقر، وقدر الزمالك يهزم الاهلي لتاني مره 6-0. المفاجاه ليكم بقى، مين تاني نادي غلب الاهلي 6 وبرضه كانت 6-0؟ كان مين؟ نادي الترام السكندري، دوري موسم 1952-53. في اخر جوله الاهلي هو بطل الدوري، والترام اخر الدوري وكان هيهبط، بس الهبوط اتلغى. اخر الدوري اخر الجدول
غلبوا 6-0 مع الرأفة. تقدر سيادتك ترجع للتواريخ وتشوفوا مواجهات الاهلي في الدوري اسفرت على ايه مع الترام. على فكره السنه اللي بعديها من شده غيظ الاهلي من هزيمته 6-0 قامت مشكله في المباراه بين الاهلي والترام الدور الاولاني، وانتهت بفوز الاهلي 3-2. والاتحاد الكوره بسبب ان اتوقفت بسبب خناقات اللعيبه مع بعض قرر اعاده المباراه. الاهلي رفض يستكمل المسابقه. قدر بعديها اتحاد الكوره يفلت من المطب ده وقال لك احنا هنلغيها عشان دورة الالعاب الافريقيه البحر المتوسط، لان كده لعيبه الاهلي انضمت للمنتخب المصري. لكن ده مش كده، ده عجز من اتحاد الكوره امام رغبه الاهلي بعدم اعاده المباراه. فكل ده من ضمن اللي لسه قايلينه احداث تاريخيه. وبقى كده تاني نادي مين؟ نادي الترام السكندري. وراجع ورايا يا عم الاهلاوي، ويا ريت بدون شتيمه، لان ما بلاقيش واحد اهلاوي بيرد بفن كروي او بمقاله او باحداث تاريخيه، كله شتيمه. عارف لما تبقى عاجز لازم تشتم، فهم ماشيين بالنغمه دي. ده تاني نادي غلب الاهلي 6-0. اما بقى الاسم اللي هم بيحبوه وبيحبوا الرقم ده قوي كانت هزيمه الاهلي من نادي السكه الحديد في موسم 57-58 في الدوري المصري 6-1 في ملحمه للسكه الحديد، لدرجه ان جون السكه جاب جون من ال6 جوان، لدرجه ان تاني يوم في جريده المسا قال لك السكه تستعرض، السكه يفتح السيرك ويهزم عمالقه الاهلي 6-1. اما الحارس عباس فمش عارف يمسك الكور من كتر ما بتخش فيه. الاجمل من ده كله مظاهره وهتافات وحاله استهجان من جماهير النادي الاهلي على كبار اللعيبه، اهمهم كان صالح بيه الله يرحمه صالح سليم. الاجمل من ده كله ان مفيش اعلامي بيقول لك الكلام ده، محدش يقدر يقول لك ان السكه الحديد النادي المتواضع دوت قدر يغلب الاهلي في الدوري المصري. انا كله ده بتكلم على دوري وكاس حسب من انديه مصريه 6-1 كان موسم 57-58. وجريدة المسا اوريكم دلوقتي صوره ليها، الاهلي مهزوم من السكه 6-1. يبقى الثلاث انديه قدروا يغلبوا الاهلي برقم 6. اما نادي الزمالك محدش في دوري او كاس او منطقه القاهره قدر يغلبه 6-1 الا النادي الاهلي. لكن النادي الاهلي ثلاث انديه اهمهم نادي الزمالك بعظمه مرتين في نهائي بطولتين قدر انه ياخد البطوله. اما 6-1 بتاعت الاهلي فكان ليس لها اي قيمه، لا خد دوري ولا كاس ولا حتى قدر ياخد سوبر مصري، يعني كان طالع صفر محلي. في الموسم ده الزمالك خد كاس وخد سوبر مصري، والاسماعيلي خد دوري 2 2002 2003 2001 2002. الزمالك من بعد 6-1 خد 7 بطولات، دوري كاس سوبر افريقيا سوبر افريقي بطوله عربيه سوبر مصري سعودي. وبرضك عامل فيديو بالاحداث وبالحكم وبالساعه كمان الجماهيريه. يبقى احنا كده عرفنا معلومه ان النادي الزمالك غلب الاهلي مرتين 6-0. نادي الترام السكندري غلب الاهلي 6-0 موسم 52-53. نادي السكه الحديد غلب الاهلي 6-1 موسم 57-58. وكانت ابتداء لانهيار نادي الاهلي، ان من موسم 59-60 ابتدى الزمالك ياخد الدوري وبعدين ترسانه وانهار الاهلي تماما لحد ما استغاث جمال عبد الناصر ومشير عبد الحكيم عامر بالفريق مرتجي لانقاذ الاهلي. دي كانت اول خطوه لمساعده الدوله لنانوس عين امه. دي اول احداث تاريخيه قلتها لكم صغيره قوي بهزيمه الاهلي من 3 انديه برقم 6. الحلقه الجايه هنبتدي بانشاء النادي الاهلي وعلاقه ادريس راغب وعمر لطفي اللي ما ظهرش الا بعد وفاه صالح سليم، وارض مختار التتش اللي مش باسمه حتى الشارع باسم صالح سليم اللي كان صاحبها سليم بيه ابو صالح سليم، وسبب تعيين ميشيل انس. انتظرونا الحلقه الجايه هتكون حلقه نار. دمتم لنا دائما في الوثائق التاريخيه، وارجو ان كنتش طولت عليكم، واللي جاي هيسعدكم.